أهلا يا أصدقائي، أنا تايفون. يا جماعة، أبعث لكم جميعا تحية كبيرة مليانة احترام ومحبة في يوم جديد. النهاردة جمعت حوالي الرجالة الكبار، البشوات والأسود والنمور. بص كده على الجمال ده. عصابة كأني كورس وبتكبر يوم ورا يوم، بجد يعني. مش كلام وخلاص، احنا فعلا بننفذ. فعلا عملنا عصابة كأني كورسو. عملنا عصابة روتوايلر. والله يا جماعة، كل العيال اللي جت مزرعتنا جديدة جامدين جدا. دلوقتي كل المجهود عشان نخليهم يتفاهموا مع بعض، عارفين كده. كل يوم بحاول اخليهم كلهم يتعاملوا مع بعض ويتفسحوا سوا، عشان نقدر نتفرج عليهم وهم بيلعبوا مع بعض واحنا مرتاحين. علقت الورقة دي هنا كمان. بص، شايف فيصل ده؟ بص، انا هشيل فيصل من السكة قريب. واحد فيصل واحدة بونجوك، دي زي ما انت عارف متعلقة عند الماعز. بونجوك بتنزل دي، فيصل بينزل دي. قلت يا عم دي مش هتنفع هنا، خليني اخدها واحطها هنا. هي كمان اتوسخت بالطين، هنضفها شوية وهربطها من الزوايا دي كمان. ايه رأيك؟ مش لايقة هنا؟ بص، يمكن بقاله 10 سنين وانا بصور فيديوهات. من 10 سنين شعاري ايه؟ اللي بيتفرجوا عارفين. احنا مش بنربي كلب، احنا بنربيه كأنه ابن. الكلام ده مش بقوله كده وخلاص، فعلا هو ابني. وفي تركيا في الموضوع ده مش هقدر اكون متواضع يا باشا. في اوقات بكون متواضع وفي اوقات لا. ما شفتش ولا سمعت عن حد بيحب المخلوقات دي من غير شروط زي يا جماعة. بجد كلهم بالنسبة لي زي أولادي، أولاد فعلا. انتوا عارفين اني دايما بحاول ازرع الحب ده فيكم كمان. وفي ناس في التعليقات بيسألوا اذا كنت عايش هناك ولا لا. مش فاهم ليه السؤال ده بيتسأل اصلا يا جماعة. ايوه انا عايش هنا، عايش في المزرعة. عايشين مع اولادنا وسعداء معاهم ومرتاحين. احسن من اننا نكون قريبين من الناس. بدل ما ندخل في صداقات مزيفة وبدل ما ندخل في علاقات مزيفة. انا مبسوط بحبهم الصافي وباخلاصهم يا جماعة. المكان ده بيديني راحة. كان عندي بيت في البلد كمان قفلته. يعني الشقة ما كناش مرتاحين فيها. بقالي كام شهر هنا من وقتها. انا مرتاح مع الاولاد. طيب بصوا، عارفين موضوعنا النهارده ايه؟ زي ما انتوا عارفين، اخر مرة جابوا روتي فايلر جداد حصلت معانا مشكلة معاهم. المجانين دول بيهجموا عليا من ساعة ما اصحابهم مشيوا. وبعد كده النهارده هسيب عصابة الكين كورسو، كارلوس، هيكتور وكل الباقيين هطلعهم كلهم بره. اخلي العيال يتمرنوا الصبح، وقلت اوريكم. هنحاول نتعود شوية على الروت وايلر. وطلبي منكم قبل ده كله ما تزعلونيش بالله عليكم. لو دعمتوني وعملتوا لايك للفيديو واشتركتوا في القناة وكمان كتبتوا تعليق هكون مبسوط جدا. اللايكات والتعليقات بتاعتكم غالية عليا جدا، ما تزعلونيش. يا بنتي انت جميلة قوي والله، استني كده اقعد جنبهم واشوف. فين يا ولاد حبايبي الحلوين؟ فين يا ولاد حبايبي اللي بحبهم؟ بنت الحلوة انا، انتوا عارفين ان بنت نورة بتاعتي عيانة. احنا مكملين في علاجها وبنعمل اللي نقدر عليه. وكل يوم عند الدكتور البيطري محاليل، ادوية، كل حاجة مطلوبة بعملها يا جماعة. حالة بنتنا بقت اكتر استقرار. لسه مش باين اذا كانت هتتحسن ولا لا. الامل في ربنا ما بينتهيش، هوريكوا ده كمان شوية. بناتي اتجمعوا عندي. ايوه حبايبي يا زينة، انت بتعملي ايه؟ بناتي يا سلام عليكم ما شاء الله. شايف كل دول صحابي المقربين. قد ايه بيحبوني، دول روحي دول. خليه ده ابوسه كده. وطبعا مين مش هنا صور المجنون ده كده. يا ديدا انت فين يا ابني؟ ما شفناش ديدا وزعلنا، قلنا فين ديدا يعني. اه، قلنا فين ديدو المشاغب يعني. المفروض جده اول ما يبدا الفيديو كان ينط عليا. فين ديدا ده؟ حطيت ديدا وكرباش هنا يا جماعه. حبستهم لان كمان شويه هطفأ كارنوس وكده. خلي الاسود هنا، ما تخرجوش من هنا، ماشي يا ابني؟ وبص كمان، احنا اللي عملنا القفاص دي حلوه وجميله وكل حاجه، بس الشغلانه دي ليها شتا كمان. عارفين الشتويه اللي فاتت كل الاقفاص دي كانت كلها طين. وبعد كده رميت حجاره في الارضيه. الحجاره شكلها كان وحش عشان جبنا حجاره تخينه. المره دي غالبا هجيب رمل. هفرش رمل في ارضيه القفاص اللي عملتها بره يا جماعه. بصوا، انا كنت شرحت لكم الحته دي في فيديو بالليل من كام يوم. تعالوا اوريكم المكان ده كمان. زي ما انتوا عارفين، انا قلت اخر مره ان هعمل توسعه تحت قفص القطه واعمل قفص جديد. وفعلا بدات اشتغل في المكان ده. دلوقتي هو كده لسه الهيكل مش كامل، الخامات ما كفتش. هجيب خامات تاني برضو.
كنت هعمل المكان ده قفص واحد بس طلع كبير زياده عن اللزوم. يعني طوله 4.5 متر وعرضه كمان 2.5 متر، فعلا طلع كبير يا جماعه. عشان كده عندي خطه ان اقسم المكان ده من النص كده. بفكر اعمل قفصين. بصوا المكان اللي شايفينه ده، استنى اقول لكم من هنا. القفص بتاع ديدا اللي هناك يا جماعه، عارفين كلفني كام؟ القفص اللي شايفينه ده كلفني 11,000 ليره. 11,000 ليره، وكمان انا اللي عملت الشغل كله بنفسي، يعني 11,000. بص دلوقتي المكان ده هيكلفنا حوالي 20,000 ليره او 22,000 ليره، يعني ضعف التاني تقريبا. يعني الخامات غاليه جدا، وكمان انت اللي بتعمل الشغل بنفسك. لو كنت جبت حد يشتغل، على فكره واحد كتب في التعليقات لما عملت منطقه التمرين، قال يعني لو كنت خليت شغل زي ده لحد محترف او لحد صنايعي. طبعا الكلام سهل، هو عنده حق بيقول الصح، بس يا جماعه لو جبت صنايعي هناك، المواد كلفتني 20,000، الصنايعي كمان هيطلب 20,000 تانيين اجره. يعني احنا كمان عارفين الحاجات دي يعني، بس في الاخر كله تكلفه. بنحاول نعمل احسن حاجه نقدر عليها بالامكانيات اللي معانا، وانا شايف انها بتطلع حلوه جدا. يعني ما تستنوش حاجه احترافيه قوي، احنا بنعملها واحده واحده يا باشا، وانا كمان لسه بادئ في اللحام. بس احنا بنحاول على قد ما نقدر، لو ما خدش عيني كان هيبقى تمام. يلا تعالى يا باشا هنشتغل دلوقتي. كنا هنعمل ايه؟ استنى، نسينا المقود هناك. نسينا تايسون بابا في الجنينه، هنروح نجيب تايسون. خليني اخد المقود من هنا. يا بناتي انتوا بتعملوا ايه؟ الجو نار مولع النهارده. خلينا اصور الفيديو ده واخلصه، وبعد كده هاخد شويه من العيال يروحوا يقوموا. تفتكروا هاخد مين معايا؟ مستني تعليقاتكم. نروح مع اي عيان اكتبوا في التعليقات وانا هظبط واخد اللي تختاروه. ورينا كده ابن الارجنتين الاصلي. يا تايسون بابا، يا ابني امبارح عارف شفت فيديوهاتنا واحنا رايحين الغابه. تايسون بابا بجد في الغابه كلب جامد قوي. يا عم مفيش زي كده خالص، الراجل بيتسلق الجبال والصخور. احنا اصلا حصل بينا موقف في الغابه بسبب ده. وقتها مش فاكر قلت لك ولا لا. دلوقتي في مكان كده زي منحدر، بس احنا نزلنا جامد. بص في مكان كده، يمكن مشينا جوه الجبل حوالي 2 كيلو متر، جوه الجبل عمودي كده. ده كمان وقع من على منحدر، رجله اتلوت ومش قادر يمشي، ولسه احنا تحت خالص، ولسه هنطلع لفوق والطريق كده. مش قادر يمشي، رجله بتعرج. في الاخر شلت تايسون على ظهري. بص والله العظيم المنحدر كان واقف كده، شلته على ظهري وطلعت بيه من هناك وانا بتسلق المكان العمودي ده. طلوعي من هناك خد مني 2.5 ل3 ساعات، يمكن حتى اكتر من كده. يعني كنت تعبان اول يوم ده عشان انقذ تايسون بابا، وما كنتش عايز اسيبه كده. مش قادر اوصف لك. وكمان لا في شبكة ولا تقدر تعمل اي حاجة، حتى لو عايز تطلب مساعدة مش هتعرف. يا ابني اعرف قيمة ابوك، سمعت يا ابني؟ اسد الارجنتين، سمعت؟ انا بحب تايسون بابا قوي. تايسون هو غالي عليا قوي، وفعلا ولد حلو قوي، يعني انا بعشقه. طبع تصرفات اخلاق، هو ولد مثالي في كل حاجه، هو الحكم بتاعنا الحكم. تعالى يا تايسون بابا تعالى، يلا ندخلك اوضه الولاده دلوقتي. اريس بابا كان هنا برضو، قفلته يا جماعه عشان هطلع كلب ذكر دلوقتي. دلوقتي كل كلاب الذكور جامدين. عارفين كده ايه اللي بيحصل بقى واحنا بنطلعهم؟ لازم نجمع باقي الذكور عشان ما يبقاش فيه خناقه او فوضى. عاده الاناث عندنا بيتفقوا مع بعض. من دلوقتي هركز شويه كمان على الذكور. بوسات، ايه اللي بيحصل يا عم؟ يا شقي يا بوسات. الموضوع بقى جامد قوي. بص 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 بص، تايسون هو بيقول ايه ده؟ يا ابني هو بيقول ايه ده؟ يا ابني هو بيقول ايه ده؟ كارولين خليك عاقله. كارولين كمان بتخبط راسها في تايسون، مجنونه. تمام يا بوسات. دلوقتي انا دخلت مراس جوه من شويه، نقفل على مراس كمان ثانيه واحده. يا مراز، تايسون كمان بيزمجر على مراز. مراز ابعد شويه يا ابني، يلا بينا. ابعد شويه، لا يا ابني يلا بينا. استنى، اطلع من هناك، اطلع من هناك. عدي يا تايسون. تمام يا بوسات، اهدى شويه. يا عم بوسات اتجنن بجد، بوسات بقى كلب جامد قوي. هو بيهيج على الكل، بس غالبا هودي بوسات لورا. بيهوهو كتير قدام يا جماعه، بينبح جامد جدا.
تعالوا دلوقتي نشوف الروت، نشوف عملوا ايه. الصبح كمان ما كانش فيه ميه، ما قدرتش اغسل الاقفاص تاني، مستني الميه تتملي. الميه بتطلع ضعيفه جدا يا جماعه، هتتملي بالعافيه على اخر اليوم. النهارده كمان شغل تنظيف القفص اتاجل. لما بنعاني من قله الميه كده في الصيف ده بيطلعني عن شعوري. نشوف دلوقتي الروت ويلر هيهجموا عليا ولا لا. تعالى، يا ترى فين اسودي؟ فين جميلاتي؟ فين اولادي؟ تعالوا، تعالي يا دجا، تعالي يا دجا، تعالي يا دجا، تعالي يا بنتي، تعالي 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 تعالي. بتعملي ايه يا بنتي؟ بتعملي ايه يا جميلتي؟ بتعملي ايه يا اسدي؟ ما شاء الله عليكم. خلينا ابوسهم كده. تعالوا بصوا دلوقتي، انا نصبت لهم خيمه هناك كده عشان يبقى فيه ظل. دلوقتي المكان ده بقى فيه ظل تحتها من ساعه ما جم وانا ما لمستهمش. مكانهم هنا كويس، قاعدين هنا، اصحابهم مشوا. الدجا دي بقت تهاجمني على طول دلوقتي في الفيديو. مش بتعمل كده؟ بيقرب تبتدي تنبح، بيقرب تبتدي تنبح. الذكر بتحفز منها، والذكر كمان بيهجم عليا. عارفين انا نصبت الخيمه دي بالعافيه؟ انا حتى ما بصيتش على الحاجات دي، كنت كده لا لمستهم ولا كلمتهم. كل ما اتحرك يهجموا عليا وانا بعيد عنهم على طول. ربطت الخيمه بالطريقه دي. دلوقتي انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخليهم يتعودوا. عمليه تاقلمهم معانا هتاخد وقت شويه، لان كلاب الروتفايلر صعب الواحد يتعود عليهم. بس على فكره مش كلهم كده، عارف؟ ماريا جبناها واتعودت على طول، اليكس، بيلا، وبعد كده مارلا انا كنت جبتها كبيره، كانت عندها 10 شهور، هي كمان اتعودت. هي اتعودت، بس دول شويه عكس بعض. الذكر عاقل، بس النتايه هي اللي بتستفزه يا باشا. النتايه هي اللي بتستفزه، بيتهور. يا بنتي تعالي 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 كده، تعالي كده، تعالي كده، تعالي كده، تعالي كده، تعالي كده، تعالي تعالي تعالي. بص الكلاب دلوقتي جنبي ما عملوش حاجه، لما باجي لوحدي بيهجموا عليا يا باشا. دي عاده وحشه عندهم. كان المفروض من الاول نفصلهم عن بعض، الاتنين دول بيأثروا على بعض. احنا غلطنا في الموضوع ده. امبارح كمان سألت على الانستجرام اعمل ايه، في ناس كتبت افصل الكلاب عن بعض. يا عم الكلاب بتهاجمني، ازاي افصلهم عن بعض؟ لو حاولت المسه او احط له الطوق، بصوا كمان شويه هجرب قدامكم وتشوفوا ازاي بيهجم عليا. عشان كده مش بقدر اثق فيهم قوي، دول بناتي. ما شاء الله عليكم، بجد الروت وايلر اللي جبناهم جديد جودتهم ممتازه يا جماعه، يعني الاتنين ابطال تركيا. جدودهم كانوا ابطال في كذا دوله، اولاد ممتازين. شو ما يكونوا خير على مزرعتنا. تعالوا كده نشوف. يلا نروح عند الاقفاص. اول واحد نسيبه هو كارنوس، وبعد كده نطلق هيكتور بابا شويه. يلا نجمع عصابه كاني كورسو. هسيب الروتس كمان، هجمع كاني كورسو مع الروتس في مكان واحد. استنى وشوف، كاني كورسو شويه كده زي العيال الصغيرين. يعني اقول لك ازاي، هم لاعبين مزاج الروتس اقوى واشد. دلوقتي الروتس صعب انك تخليهم يتفاهموا مع بعض كقطيع. الكاني كورسو اسهل شويه، بس الروتس جامدين يا باشا. يا هيكتور بابا، يا مارلا، يا هارلي، يا سودة، عاملين ايه؟ اسيا، اسكوبار، اسود الاناضول، ما شاء الله عليكم. يا ابني دول يلفوا شويه وبعدين هسيبكم برضو، ماشي؟ دلوقتي هسيب هارلي شويه. بقول لكم كتير ما شفتوش هارلي، شوفوه كده وشوفوا اتغير ولا لا. لما جه اول مره زي ما انتوا عارفين كان ما عندوش ثقه في نفسه خالص، كان خايف وكان بيخبي ديله ويجري. اتفرجوا عليه شويه دلوقتي. فين يا هارلي؟ هارلي يتعرف عليهم دلوقتي. هيكتور بابا، اسيبك تدخل يا ابني، الفحل الايطالي. ما شاء الله على ابني. مخلي مارلا تدخل شويه. تعالي يا ملكه، تعالي يا ملكه، فداكي روحي والله. فين بنتي الحلوه؟ فين بنتي الجدعه؟ يا ملكتي القديمه الاصيله. ودلوقتي كي دور سور الجنينه. يا سور يا كارلوس، يا فحل يا كارلوس. استنى، امبارح بالليل فكيت اليكس ده. انا خدت مخاطره، عارف؟ قلت لنفسي طب اسيبه كده. سيبته في الجنينه على طول، ما مشيتوش لا بسلسله ولا حاجه كده. فجاه عقلي اتجنن وقلت اسيبه كده. فضل يجري ويتنطط حوالي ربع ساعه او 20 دقيقه، وبعدين فجاه اختفى. هاجم مين؟ حاول يهجم على نوره كده فجاه، وانا على طول تدخلت. هجم عليه على طول يعني، جري جري على طول.
تدخلت على طول وما قدروش يأذوا بعض، واول 15 20 دقيقه ما كانش فيه اي حاجه. لو عايزين اعملوا فيديو خاص، جربت امبارح حطيت اودين وبيلا جنب بعض، خلاص اليكس لا ما تزعقش. مدام بيلا دخلت في فتره الشبق هخليها تتزاوج مع اودين يا جماعه، عشان كده هما الاتنين جنب بعض. اودين الاب زي ما انتوا عارفين معاه شهاده نسب من الفئه A وابن ممتاز بجوده عاليه. ده اصل الكاريزما والجوده، وقفته، جسمه، طوله، هيئته، جمجمته، كل حاجه فيه تدل على جوده ممتازه. اسد يا ابني. هنصوره مع السيده بيلا، لو ربنا اراد ناخد منه ونجره، وكمان عايز اعرفه على الروت الذكر الجديد اللي جاي. لو عايزين فيديو زي ده خلوا الفيديو ده يوصل ل 6000 اعجاب وهعمله. دلوقتي يا بنتي دورة، تعالي يا حبيبتي. تعالي يا دورة، تعالي يا دورة، دورة التخينة، بتعملي ايه يا دورة؟ اجري يا دورة. خلي دورة كمان تتمشى. في حد تاني ممكن نسيبه؟ المكان هنا فاضي. رينا يا بنتي لو اسيبك كده وسطهم هيحصل خناقة على طول. أسيل نقلك، أسيل تعالي يا أسيل، وأسيل في الآخر. فين ده؟ فين يا عم ده؟ احنا زوجناها على كارلوس وهيكتور زي ما انتوا عارفين. لسه مفيش أي علامة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف العيال قريب. أصيل ما شاء الله عليك. أصيل فعلا، اسم على مسمى. شعر كناب كأني كورسو دايما بيلمع. بص شعرك لابروتويلر بتتوسخ بالشكل ده يا جماعة. بص بتتوسخ كده كأنها بيضة. مش فاهم ليه بيحصل كده، مع ان كلهم بياكلوا نفس الاكل وكلهم قاعدين في نفس المكان. في قشرة كده بتطلع في فرو الروت. ماريا ماريا يا اخي بقت مجنونة على الاخر. يا بنتي اهدي بالله عليكي، بس ما تتخانقش. بص دلوقتي مفيش ولا انثى، كأني كورسو في جنينتنا مش متفقة مع التانية. مش كده؟ فعلا مفيش، احنا بس بنفصل هيكتور وكارلوس، هما الاتنين الوحيدين اللي مش بنسيبهم مع بعض. تعالى نطلع كارلوس كمان. امبارح بالليل ثبت كارلوس المجنون راح هجم على علا، ودلوقتي علا كمان بقت قاعده في الجنينه. اصيل كارنوس جاهز يا كارنوس؟ الفحل الايطالي. تعالى يا ابني تعالى. اسيا بره، اسيا الحته الصغيره دي من دلوقتي هسمي اسيا لقب فرفر يا جماعه. هنسميها فرفر اسيا، فروها وحاجتها مشيتها مضحكه قوي. كارنوس يلا تعالى يا ابني. عدي يا بطل، عدي يا بطل. ان شاء الله ما يحصلش خناقه، خلينا نتفرج بهدوء كده ونشوف. اسودنا ونمورنا. ما شاء الله عليك كارنوس، بابا اتحمس ازاي. تمام يا اليكس، اهدى اهدى. تعالوا يا اولاد خلينا نبعدكم عن الالفاظ دي. كارلوس تعالى هنا يا ولد، يا ولد تعالى هنا يا ولد، تعالى هنا يا ولد، تعالى اطبطب عليك، تعالى تعالى اطبطب عليك، تعالى يا راجل كبير. الراجل الكبير بيلعب مع هارلي ازاي؟ الراجل الكبير كارلوس. تعالى. ان شاء الله ما نسيناش الكلب اللي كان هيتخانق معاه بره. لا غالبا قفلنا على الكل. دلوقتي كارنوس بابا هيبول في منطقة كده ويسقي كل حتة يا جماعة، يوريهم مين الكبير هنا. كارلوس نروح البحر يا ابني. المرة اللي فاتت خدت الواد قليل الأدب ده على البحر بهدلني هناك، مش بيقعد زي الناس المحترمة. تعالى نوديه عند الحشايش هناك. استنى ثانية واحدة استنى، دلوقتي هيهجم على أبوله واللي معاه. كارلوس تعالى هنا، ما تقربش من هناك. تعالى هنا، تعالى يا ابني تعالى، تعالى هعرفك على تايسون الجديد. تعالى. كارلوس بابا قولي، كارلوس بابا قولي فين أسدي؟ استنى هو هيجي هنا دلوقتي على مهله. تايسون بابا دلوقتي هعرفك على التور بتاعنا، ماشي؟ تمام استنى نشوف. كارلوس بص تعالى اتعرف على الروت الجديد. تعال يا كارلوس. عندنا كام كلب معانا؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن اطلع كلاب اكتر كمان، بس انا طلعت اللي متفاهمين مع بعض يا جماعه، يعني اللي شكلهم مناسب مع بعض. كارلوس تعال اتعرف على تايسون. دلوقتي الفيديو ده لسه ما جابش 6000 اعجاب زي الفيديو اللي جم منه دول، بعدين لما يجي هطلع دول كمان في الجنينه يا جماعه. انا مستني منكم توصلوا ل 6000 اعجاب. هنشوف دول بره الجنينه كمان. وبعد ما اطلعهم استني يا بنتي، ما تدخليش رجلك، ما تدخليش رجلك، استني يا زينه خليكي عاقله. زينه كمان في لحظه هرت على دوره.
دلوقتي زينة عندها طبع كده، هي متعلقة بيا جدا وبتغير عليا قوي يا جماعة. لو حبيت كلب تاني او كلب تاني لمسني على طول بتهاجمه. دلوقتي دي يا سلام يا سلام، شوف دلوقتي كمان هاجمت كارنوس. زينا خليك اعلى، زينا اللي جبناها جديد هادية جدا. يعني مش بتحب تدلع او تتقرب من الكلاب التانية كتير؟ هي هادية جدا وعندها شخصية قوية ومسيطرة، انا حبيت شخصيتها جدا، وكمان انها بتعتبرني بتاعها، ده شيء جميل جدا. وبرضه علقنا الميكروفون حوالين رقبتنا بالحبل. زي ما انت عارف الكلاب كسرت حاجة الميكروفون. تعال هنا كارلوس، ما تقربش هناك. تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال. فين يا ابني اسد قلبي؟ فين يا ابني قصدي، عايز ابوسه شوية. يلا نصارع مع بعض شوية، يلا نصارع معاه شوية. ها يا راجل، شوفوا الواد ده لو حطينا دماغه على الميزان تيجي 50 كيلو دماغ لوحدها. استنى يا ابني، لما قلت نصارع كنت بهزر. ثانية واحدة، انت خليك على راحتك يا كارلوس. ما ينفعش اصارع كارلوس، ده عملاق. في الفيديوهات بيبان صغير، بس لو شفتوه على الحقيقة هتفهموا قصدي. بص يا كارولين، كارولين هتغلبك تاني يا كارولين. بصي، كلاب كأني كورسو بتحب اللعب كده اكتر، فاهمة؟ هما زي العيال الصغيرين، كلاب الروت وايلر دايما هادية وكل واحد فيهم قاعد في ناحية لوحده. شوفي كارلوس، تعالى يا كارلوس. كارلوس تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى. يلا اجري كده علشان تفرد رجليك. دلوقتي ده وقت تمرينهم الصبح يا باشا. خلي كارلوس بابا يتمشى شوية، وبعد كده هطلع هيكتور وراه، وكمان هجرب هيكتور مع الباقيين. دلوقتي من غير ما نخليهم يستفزوا بعض هنحاول نعودهم على بعض قد ما نقدر. هارلي، هارلي كمان الحمد لله بقى يمشي جنبنا دلوقتي. شايف؟ اول ما جه كان بيهرب وكان بيروح للقفص. شوف، كان خايف وما كانش يقدر يتعامل مع الكلاب خالص. شوف دلوقتي ما شاء الله دايما جنبنا، يا روحي عليه. هارلي بنت جميلة قوي ومؤدبة جدا، انا بحب الطبع ده فيها جدا، ولما بشوفها بتلعب مع الكلاب التانية ومبسوطة ومندمجة ده بيسعدني جدا يا جماعة. في ناس بتزعل مني لما بخلي الكلاب تتعرف على بعض عشان ساعات بيتخانقوا كده. طبعا انا فاهمهم، الناس بتزعل لما الكلاب تتخانق وانا كمان بزعل، بس ده طبيعهم يا جماعة. هما مش زي البني ادمين يقعدوا يشربوا شاي او قهوة ويتكلموا مع بعض ويلاقوا حل وسط. يعني هن بيعيشوا بمنطق الهيمنة، القوي هو اللي بيعيش. لو الانثى سيطرت على انثى تانية هي اللي بتبقى القائده، ولو الذكر سيطر على ذكر تاني هو اللي بيبقى القائد. بيدخلوا في صراع قوه، يعني من الطبيعي جدا حسب طبيعتهم انهم يتخانقوا. ايه المهم هنا؟ من غير ما يتاذوا نفصلهم ونتدخل من غير ما يحصل اصابه خطيره، فهمت؟ تعالى هنا، تعالى. ما تروحوش ناحيه البيت، كارلوس هيبوظ الدنيا هناك دلوقتي. تعالى يا كارلوس. تايسون يا بابا، اسيبك انت كمان يا تايسون. تايسون المسكين كمان بيبص ازاي من القفص. يا روحي انا حاضر يا ابني، كمان شويه. حاضر لما كارلوس وهيكتور يعدوا يا باشا. دلوقتي كارلوس وهيكتور مش مضمونين، ممكن يهجموا على تايسون ولا حاجه، ما ندخلش نفسنا في مخاطره. دلوقتي دول يفضلوا يلفوا كده. تعالوا نروح عند غنمنا، خلي دول كمان ياخدوا راحتهم. كويس يا جماعه، تعال. بص كارلوس حتى بطل يدخل لقفاص ويجهم. صعب قوي اخرجه واتمشى بيه بره الجنينه في الحر، في عربيات بتمر وكده، الموضوع فيه خطوره. على الاقل لما تعوديه في الجنينه كده. خلي بالك يا بنتي، بسيبهم على راحتهم يجروا ويلعبوا مع بعض، وانا اللي بفسحهم. لما بيلعبوا مع بعض بصوت عالي مش بيطلعوا نفس الطاقه، يعني لازم يلعب في الجنينه مع دول. هيفيد بايه لو انا اللي بفسحهم؟ وهم بيلعبوا كده بيستخدموا كل عضلاتهم لو الجو حر وكمان الوقت كان بالليل. تعالوا دلوقتي نشوف خرفاننا. يا بونجوك، انت بتعمل ايه يا بونجوك؟ فين ابني الوسيم؟ فين ابني الكاريزمي؟ تعالى يا ابني، تعالى يا ولد. يا سلام على اصالتك، مفيش حد زيك والله. يا جدعان حتى مشيت وكل حاجة فيه أصالة، ما شاء الله على ابن الأسد. بس يا شباب انتوا مش هتدخلوا؟ لازم انتوا ما تدخلش، سمعتوني؟ استنى، استنى دقيقة، أنا كمان شوية بخاف من كارلوس. يا ابني ما تفضلوش ورايا زي الدين، دلوقتي دول قطيع، وبما إني أنا قائد المجموعة فهن بيتبعوني.
بيروحوا ورايا في اي مكان اروحه، يعني زي ما بتفكر في قطيع الغنم او قطيع الماعز نفس الفكره. طبعا دول مش سهلين زي الغنم او الماعز. اصعب حاجه هي انك تقدر تمشي وتتحكم في كل العدد ده من الحيوانات مع بعض، وبرضه الحمد لله بنقدر نعمل كده. يا ابني انتوا قفوا هناك ماشي. تمام يا كارلوس، انتوا بعيدوا شويه كده. دلوقتي يا باشا لو دخلنا عند الغنم كمان خلاص يلا ما ناكرش مزاجهم. بص كده راحوا على الشمس على طول. ما نزاجهمش خالص يا باشا. كنت عايز اوريكم ركن الهدوء في جنينتي بس خلاص المره الجايه. سيبوا الاسود دول يلفوا شويه ويطلعوا طاقتهم. كارلوس بابا. شوف بيلعبوا ازاي اودين. انا حطيتك جنبها عشان تتزاوج، سيبك من اللي بره يا ابني، سيب اللي بره بقى. انا من شويه حطيت المقود فين لما طلعت كارلوس؟ والله نسيتها. ماشي يلا نبعد من هنا تاني يا جماعه. كارلوس بابا وكارولين مشوا بعيد، يلا ندخل عند كلاب الروت وايلر. نجرب ونشوف هيهجموا ولا مش هيهجموا. ان شاء الله ما ينجموش. كارلوس والنبي انا بحب الراجل ده قوي. ايه الولد ده كده؟ ما شاء الله على ابني، عيل كبير كبير. بصراحة كنت هقول اجمع عصابة كأني كورسو واوديهم البحر، بس دول محتاجين عربية نقل. عربيتنا مش هتنفع، كلهم كبار كبار، بص عليهم. وكمان بتطلبوا مني جرو، انا شايف رسايلكم. بشكر كل واحد فيكم على اهتمامكم. يا جماعة احنا لسه جايبينهم جديد، لما يجي وقت التزاوج هنخليهم يتزاوجوا وربنا يكرم. لما يبقى عندنا صغير هبلغكم وقتها، استحملوا شوية بس. انتوا عارفين ان احسن الجراوي في تركيا هيجوا؟ الذكور ان على اعلى مستوى. كان كورسو روت اولاد رائعين. يعني استحملوا شوية ان شاء الله هيجي. دلوقتي كلهم ماشيين ورايا. بس افترض ان كلاب الروت هجمت عليا، افتح الباب بسرعة عشان يدخلوا دول جوه. دول هيحموني، مفيش حاجة تانية اقدر اعملها. استنوا كده اشوف. دلوقتي كارنوس بقى وش الويش، بص. الذكر اتلبش لوحده، تايسون بابا رفع ديله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. دلوقتي عصابة الروت وايلر ضد عصابة الكين كورسو. في روت بره كمان بس كام واحد. ماشي استنى، كارنوس اتجهز جامد. يا ابني يا ابني يا ابني دلوقتي الجو متوتر يا جماعة. الجو متوتر. تمام يا شباب، ويا اللي حاسين نفسهم شباب ارجوكم ما تتخانقوش. كارلوس لو جه وضرب صدره هنا ممكن يهد المكان، الله اعلم. كارلوس ما تضايقش زينة كتير يا باشا. ما تضايقش زينة كتير. بصراحة كده انا هجمع كل كلاب الروت هنا، وكمان هعمل مكان زي ده للكان كورسو. حتى واحد اخونا كاتب لي على الانستجرام قال لي حطهم جنب القفاص. يا جماعة ما اقدرش احطهم ليه؟ دلوقتي انتوا بتتفرجوا كده بس وهم بياكلوا بيتخانقوا، وهم بياكلوا بيتعاركوا، عشان كده اول ما الاكل يدخل في الموضوع الاتفاق ده بيخلص. يا بنتي دلوقتي انا هدخل جوه، هندخل ازاي؟ يا بنتي سيبيني اعدي بس. ضجة لو هجموا عليا افتحي الباب فورا، خليهم كلهم يدخلوا جوه. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها. استني يا زينة بلاش تتدخلي مع كارلوس. بص يا زينة كارلوس ممكن يتعصب ويهجم عليكي، خلي بالك. يا بنتي هتخليني اتعدي بسببك، اقفي عدل. برافو يا دورة، دورة كمان اتعصبت. استنى دلوقتي يا اخويا ان شاء الله ما حدش يعضنا، هخاطر كده ونشوف. امبارح هيهجموا جامد يعني. ثانية اهرب. لا ثانية يا ابني، ثانية يا ابني. يا عم الكل واقف جنبي يعني، استنى. ثانية 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 ثانية. انا مش هقدر اعمل حركة مفاجأة دلوقتي، هم واقفين عند باب الأوضة. شيش اطلع كده، اطلع يا ابني. ابعد. تمام يلا بينا، ربنا يوفقنا. لو اتعضيت سامحوني. في ناس ودي بص كده، اكيد بيبص لي من ورا بصه وحشه مش كده؟ بيبص لي من ورا بصه وحشه. يا ابني ما تبصوش لي بصه وحشه. من دلوقتي انا اللي هحميكم، فهمتوا؟ بس المشكله ان لو حد مسكني ممكن ياخد رجلي الاتنين. عارفين ممكن يعملوا فيا ايه؟ يمسكوا فيا واحد ورا التاني. تعال تعال. الميه لسه في ميه. بناتي بص دجا بتتفرج عليها دلوقتي، شايفها؟
عينها عليا يا باشا. بص كمان ودنها مرفوعة، ده استعداد للهجوم. يعني لو انا اتعديت حدودي، لو حاولت ربيت عليها دلوقتي هتهاجمني. على فكرة يا ابني مكانكم هنا فعلا هوا حلو. لو حطيت هنا ترابيزة وكرسي اقعد انا. المكان هنا فيه هوا كويس، الهوا بيعدي جامد، المكان بقى جميل قوي. استنى كده شوف، هنحني هنا شوية دلوقتي. تعال يا ابني. يا روح يا حبايبي، يا روح يا حبايبي، يا جمالكم فين حبايبي؟ احنا مش بنحتاج كتير دلوقتي، خلينا نتمشي شوية هنا يا اخي. يلا نتمشى شوية انا. يلا نتمشى يلا نتمشى. بص يا ابني، من دلوقتي انا ابوكم، اسمعوا كلامي وكونوا محترمين، اسعدوني وانا هاسعدكم. ما تتخانقوش وما تعملوش شقاوة وما تهجموش علي، سمعتوني؟ بص الانثى شايفها؟ عينوا عليا الواد قليل الادب ده، عينوا عليا. الذكر هيتعود اول ما الانثى بتهاجم هو كمان بتحفز وبيهاجم هو كمان. عشان كده احنا بنواجه مشكلة، مش بدخل في احتكاك فجأة، لازم ما نخاطرش بنفسنا. الاحتياط واجب. تعالي يا بنتي، تعالي يا داجا، تعالي يا تايسون. تايسون بابا اولي، تايسون بابا اولي. فين ابني؟ دول حلوين قوي يا باشا، جسمهم وكل حاجة عندهم تمام. بص هما بيهدموا على دورة من هناك، شافوها لوحدها وهم كتير ما كانوش بيقولوا حاجة. شافوها لوحدها بص، ودورة كمان عايزة تيجي جنبي. يا دي أحلى حاجة في السلالات دي يا أخي، أوفياء جدا. يعني أنت من السلالات النادرة اللي تقدر تثق فيها بدون شروط ولا قيود، يضحي بحياته عشانك، يحمي عيلتك وعيالك، وفي جدا. يعني سلالات رائعة فعلا، أنا بعشقهم والله، بس مزاجهم صعب شوية، بس عادي يعني. لو مزاجهم ما كانش صعب ما كانوش هيعرفوا يحرسوا أصلا. حتى لو اتعود عليك مش هيعملها معاك. مثال على كده مارلا بتاعتي، هي أجمل رود فايلر شفتها في حياتي. يعني بص أنا بعمل تواصل بالعين على طول، الأنثى بتوقف ودانها وبتبص لي، عشان كده أنا مش ببص في عينيها خالص. عمل التواصل بصري، دلوقتي التواصل البصري معناه تحدي، فهمتوا؟ لو اتحديتها دلوقتي، لو كانت لوحدها مفيش مشكلة، بس لو بقوا اتنين يبقى في مشكلة. يا بنتي اهربي من هناك، ما تدلعش زيادة، هحطك تحت رجلي يا داجة. يلا بينا نخرج من هنا دلوقتي، انا دلعتهم زيادة عن اللزوم. سمعت يا بنتي؟ تايسون كمان جاي، ثانية واحدة، ما تتخانقوش قدام الباب يا اولاد. ثانية واحدة يا ابني. بص تايسون بصلي بصة وحشة قوي يا. بص مين اللي بيتخانق قدام الباب يا؟ اطلع من هناك يا. هما هيتخانقوا دلوقتي ودول هيتعصبوا ويرجعوا عليا المرة دي. اطلع من هناك يا ابني يلا. انت ارجع شوية ورا، ارجع ورا، خليهم يبعدوا شوية، خليهم يبعدوا شوية. ما تدخليش يا بنتي قوي كده يا ابني، لازم اخرج من هنا. لا يا ابني. الحمد لله. ايه اللي حصل يا عم؟ في ايه يا ابني؟ كنتوا بتعملوا فيها جامدين. في ايه يا عم؟ لو انتوا رجاله بجد تعالوا. في ايه يا ابني؟ كنت اقدر اعمل نفس الحاجه جوه، بس علشان هما ما يزعلوش وما يحصلش خناقه. تعالوا هنا كده. خلاص يلا ما نضغطش على نفسنا زياده، في الفيديو هما مش بيهجموا، عادة بيقهوا كتير، بس أول ما بيشوفوا الكاميرا ما بيقولوش حاجة يا باشا. كاردوس يا بابا يلا نجيبك دلوقتي يا باشا، وبعدين نخلي هيكتور يجي وراك. تعال تعال يا كارلوس دلوقتي عشان بصور فيديو وهختصرها، وبعدين هسيب كارلوس تاني. كل كلب لازم يتمشى على الأقل ساعة يا جماعة. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو اتفرجوا كمان على هيكتور. تعال يا حبيبي تعال، خليك عاقل. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ما شاء الله عليكم. تاخد دول وتروح بيهم الغابة. بص في الغابة، سيبك من الخنزير، يجي الدب يجي الأسد، كل دول هيمسكوه يمزقوه، عارفين كده؟ كلهم مع بعض. دول أسودي دول. كارلوس بابا تعالى. تعالى يا باشا، يلا دلوقتي هناخدك يا ابني. خليني أوري الناس هيكتور كمان، وبعدين بعد شوية هنسيبك تاني يا باشا، ماشي؟ يلا عدي يا أسد. ابني الشاطر. الباب الكبير، الباب الكبير. هارلي، جيتي يا هارلي. نورة، ما شاء الله عليكم. هيكتور بابا جاهز يا باشا؟ ليه ما اكلتش اكلك كله؟ اكيد بابا بياكلكم لحد ما تشبعوا.
هتاكلوا فين تاني يا ابني؟ تعالى تعالى كده، تعالى كده، تعالى. الفحل الايطالي. انا فداك. شوف الشياكه اللي عند الراجل ده. ينفع يكون كل حاجه في الحيوان ده شياكه؟ وقفته، نظرته، كل حاجه فيه شياكه. نتاشا كمان نزلت الميه. نتاشا حر عليكي. بص عليهم، حمام السباحه هناك. اسبعي في الحله يا بنتي. ممكن اجيب لهم حمام سباحه بلاستيك بس هيبوظوه. تعالى يا هيكتور، تعالى يا هيكتور، تعالى يا هيكتور. اجري يا ابني، اجري يا ابني، انا فداك. شايف كارولين بتتعود بسرعه على اي كلب. عمري ما شفت كارولين اتخانقت ولا مره. اكتر واحده بحبها فيهم هي كأني كورسو كارولين يا باشا. انا بموت فيها. يعني ذكيه قوي وغلبانه قوي ونظرتها بريئه قوي. نظرتها دي بتدمرني اصلا، مش كده يا بنتي الجميله؟ بابا بيحبهم كلهم كلهم. بيحبهم كلهم كلهم. عنده اندفاع كده. تعال، تعال كده، تعال كده، تعال كده، تعال. يلا اجري. تعال، تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني، يلا بقى، يلا بقى. تخيل كده رايح على المشكله وكل دول جنبك وفجاه بتجري. تخيل يعني المنظر. تعال، تعال يا ابني، تعال. تمام يا ابو شاد بابا، هسيبك كمان بالدور يا ابني. ما تستعجلوش بقى. خلوا العصابه بتاعتنا تفرغ طاقتها شويه. ما عندناش مشكله مع الاناث، خلوها تتفسح زي ما هي عايزه. اما الذكور فبنخليهم واحد ورا التاني كده. مدام ماريلا راحت فين؟ تعالي يا مارلا. ايه مارلا، بص هناك ايه. مارلا دلوقتي كبرت في السن. ما عندهاش طاقه زيهم كده يا جماعه. بنتي وصلت ل10 سنين. يا رب تدي لها عمر طويل وصحه يا رب. وعشان كده لما تحسبها بسنين البشر هي تعتبر عندها 70 سنة. سنة الكلب بتساوي 7 سنين عند البني آدمين. يعني لما تبقى عندها 70 سنة هتبقى عاملة ازاي بنتي؟ بتتقل بسرعة على طول. ايوه يا ملكتي. ايه اللي بيحصل يا عم، في خناقة ولا ايه؟ في اصوات جاية من هناك، بص كده. المكان ده بتاعهم هم. كأن المكان ده انا اللي عملته لهم، بس هم اللي قاعدين فيه اكتر مني. يا شياطين تعالوا هنا. تعال هنا، تعال هنا، تعال. يلا بينا، يلا بينا. هيكتور تعالى. الحمد لله، كويس ان مفيش حد هاج. ما حصلش خناقه ولا حاجه. كنت قلقان شويه من الموضوع ده. هيكتور بابا. تعالى يا ابني، الناس تشوف اصالتك. هيكتور بابا دلوقتي بينظف نفسه من جوه وبره عشان يطلع الوساخه اللي جواه. يا سلام عليك، ربنا يحميك. يا لهوي على الهيبه. بص، لو حد شاف ده من بعيد عمره ما يقول عليه كلب، هيقول عليه جاكوار. سبحان الله. زي الجاكوار بالظبط يا ابني. بص على الهيبه دي. يا ابني بص على الهيبه دي. بص على الرقبة دي يا عم. يلا تعال نصارع مع بعض. تعال نصارع مع بعض، ماشي؟ يا بيبي كبير، تعال ابوسه. ما شاء الله على ابني. ما شاء الله على ابني. زي الدبابة بالظبط، دبابة. ازاي بيبقوا مبسوطين كده؟ يا اخي لازم تحبهم كلهم زي الاطفال. كلهم حاسين انهم محبوبين. شايفين قد ايه مبسوطين؟ لما بشوفهم مبسوطين ومرتاحين كده انا كمان بكون مبسوط جدا. العيش معاهم بيديني راحة نفسية يا جماعة. بجد احيانا بيسالوني انت بتتعب؟ ايوه بتعب، بتعب جدا. حراره الجو، ولما يكون الجو برد، البرد كمان مشكله لوحده. بتعب احيانا، بقرف وبزهق. بس اكتر. يعني مثلا زهقت تاني وكمان بيبوني هناك. بص بره يا ولد، بره يا قليل الادب. بس عشان بحبه مش قادر اسيبه يا باشا، نعمل ايه؟ زي ما قال مسلم بابا، العبد بيعيش قدره واللي مكتوب له هيشوفه. ونصيبنا كده يا جماعه. عدي يا ابني، انت بتعملها كتير هناك. خليك عاقل. دول بيفرحوني. تعال، تعال كده، تعال. تعال بره يلا. اتجمعتوا هناك تاني؟ يا دادا صوتك مش طالع يا عم. يا دادا صوتك مش طالع يا دادا. هتوقف هناك زي الراجل كده. ماشي يا جماعه، دلوقتي يكتر بابا كمان يلف شويه. يتمشى نص ساعه كده وبعدها اطلع كارنوس تاني. قلت اوريكم العيال النهارده، وكمان عايزكم تشوفوا حاله الروتس دلوقتي، وكمان عصابه الكين كورسو من قريب تاني. الحمد لله، عمليه تعويدهم على بعض ماشيه كويس. ان شاء الله النظام ده يفضل زي ما هو. كلهم بيتفاهموا مع بعض كده واحده واحده وبشكل جميل.
ونقدر نضيف اولاد اكتر كمان للموضوع. عندي حلم كده، تخيل اني قدرت اخلي كل الكلاب اللي في المزرعه يتفاهموا مع بعض، كلهم يبقوا مع بعض وتتفرج عليهم كلهم سوا. هيبقى جميل قوي، واحنا بنعمل اللي نقدر عليه يا جماعه. يلا انا بحبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. خليكم كويسين، مع السلامه. خليكم بخير يا اصدقائي.